السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معادنا مع كبسولة جديدة من كبسولات الجودة. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن إدارة المعدات، وكان في الآخر خالص في جزء عشان كان الفيديو كان طويل شوية فقلت أخليه المرة الجاية. الجزء ده مختص بالصيانة، بس أنهي صيانة؟ الصيانة اللي يتبعها فحص المعدة، أو المشغل بتاع المعدة أو الأوبريتور حس إن المعدة فيها عطل. العطل ده ممكن يكون حرارة زيادة، كهرباء زيادة، رجة في المعدة، قلة كفاءة في الأداء. المهم إن هو حس إن فيها حاجة مش مظبوطة، فبناء عليه عمل لها طلب فحص، طلب من فني الصيانة إن هو يفحصها. دي أول نقطة. تاني نقطة، الفني بتاع الصيانة فحص المعدة دي، لقى إن فيها مشكلة، فبناء عليه طلع لها حاجة اسمها أمر شغل أو أمر إصلاح. أمر الإصلاح ده مهم جدا. ليه بقى؟ أول حاجة خالص تعالوا نمسك البروسيس من أولها. لما حصل مشكلة في المعدة دي والفني عمل لها ريبورت أو الأوبريتور بتاعها اسف عمل لها ريبورت، إيه اللي حصل هنا؟ هنا أولا هيبقى عندنا داتا نقدر نفصل فيها، هي المشكلة دي مشكلة متكررة ولا مشكلة جديدة؟ طب لو مشكلة متكررة، هل هي متكررة بسبب المعدة نفسها ولا بسبب العامل أو الأوبريتور اللي شغال عليها؟ طب هتفرق في إيه؟ عشان لو المعدة نفسها فيها مشكلة هنقدر ساعتها نكلم صاحب المعدة أو المصنع أو الفندور اللي ورد لنا المعدة دي، البروفايدر بتاعها، عشان نقدر إن إحنا نعرف هل ده عيب صناعة، هل ده عيب تشغيل، هل وهكذا. بقى عندنا داتا نقدر نعمل ليها أناليسيس. أو الأوبريتور، لو الأوبريتور نفسه بالعربي كده رجله تقيلة على المعدة، فبناء عليه هو بيتسبب في إتلافها نتيجة الأمر خاطئ بيعمله، تشغيل زيادة، حركة غلط، ممكن أيا كانت الأسباب بتاعتها. فبناء عليه بنقدر نعرف المشكلة جاية من هنا ولا من هنا. طب بالنسبة لأمر الشغل أو أمر الإصلاح نفس القصة. ولنفرض المعدة دي دخلت أكتر من مرة للتصليح، وبتاع البروفايدر أو البروفايدر بتاع المعدة قال لك لا ما فيهاش مشكلة، ده عيب عادي خالص بيحصل نتيجة للتشغيل، بس كل مرة بيتكرر العيب. طب هل العيب ده بناء على توصيات المصنع بتاعها بيتكرر فعلا؟ لا ما بيتكررش. ساعتها ممكن تطلع المشكلة من الفني نفسه أو من قطعة الغيار اللي الفني بيركبها. عشان كده كل ما نقدر نطلع امر اصلاح او امر شغل او الحاجات دي، مش عشان ورق ومين صلح ومين عمل، لا، علشان تقدر تتعرف على ايه هي اسباب المشكله اللي من عندك عشان تقدر تتحكم فيها في المستقبل. يا ريت الكلام ده كله يكون مقترن بخطه الصيانه نفسها. هل انت وانت بتعمل صيانه، لما بتيجي تعمل الصيانه نفسها غير الصيانه الدوريه، هل بتكتشف اعطال؟ طب ما هو الاعطال دي ممكن تكون ناتجه من المعده نفسها. ساعتها يبقى المفروض ان انت علشان توصل للكونتينوال امبروفمنت انت تبتدي تخاطب المصنع بتاعها عشان يديك معلومات اكتر عن التشغيل او عن الصيانه. وساعات بنجيب فنيين صيانه خارجيين نفسهم علشان يبتدوا يكشفوا عن المعدات اللي موجوده. طبعا ده في ظل الغلاء اللي موجود هيوفر معاك في قطع الغيار ويوفر معاك في الصيانه نفسها، لان المواضيع كلها بقت تقيله شويه. في حاجة تانية هنتكلم عنها برضو جزء بسيط والمرة الجاية هنكملها، اللي هي الظروف اللي عامة بيتم بيها أي شركة، إزاي نقدر إن إحنا نتعرف عليها. الظروف دي بتتم عن طريق نظرية اسمها البيستل. النظرية دي مهمة جدا، وعشان إحنا في أول السنة لازم نقدر نتعرف على إيه هي التحديات الجديدة بالنسبة للسنة الجديدة اللي إحنا فيها. التحديات دي بتكون مقسومة لكذا حاجة. في البيستل هنا كل حرف ليه معنى. البي دي حاجة بوليتيكال، حاجة سياسية، زي مثلا التوجهات السياسية، زي ما حصل قبل كده ما بين الصين وامريكا مثلا، نتج عن شركة هواوي حصل فيها مشكلة، فبناء عليه ما بقتش تعرف تدي التشغيل بتاعها بكامل طاقتها لكل الناس. طب في حاجات تانية زي الايه؟ الايكونوميكال، الاقتصادية، زي مثلا ما احنا حاصل دلوقتي موضوع الدولار والى اخره، وده بينتج عنه تغيرات في الفكر بتاعنا علشان نقدر نواكب اللي بيحصل. حاجات سوشيال دي حاجات اجتماعيه، حاجه ترند طالع بقى، حاجه داخله معانا جديده، حاجه متعارف عليها، توجه حاصل وهكذا. في حاجه تانية اللي هي التي فور تكنولوجيكال، الحاجات التكنولوجي الجديده اللي داخله، زي مثلا وقت الكورونا ربنا يرجعها طبعا، حصل ان ايه؟ كله توجه من الحاجات اللي هي ان احنا نتقابل فيس تو فيس بقت لايف. ساعتها طلع بقى برامج كتير وميتنج اونلاين وحاجات، طبعا لو كنا شرحنا مليون مره ان الكلام ده ممكن يحصل كانت ساعتها الناس هتشكك كتير جدا. في جزء تاني اللي هي الاي التانية اللي هي الانفايرومنتال، الجرين، مؤتمر المناخ، كل الحاجات اللي حصلت فيه والتوصيات والى اخره، والكربون فوت برنت وكل الكلام ده مهم جدا. في جزء تاني اللي هو الليجل اللي هو فور اخر واحده خالص، القوانين الجديده. عندك بقى بالنسبه لمصر هنا
قوانين ليها علاقه بالضرائب، قوانين ليها علاقه بالتامينات، قوانين ليها علاقه بتامينات الكونستراكشن، قوانين ليها علاقه بالدوله نفسها، قوانين المرور مثلا بقت اشد واقوى دلوقتي، فبناء عليه لازم تاخد بالك من الحاجات دي. كل بند من البنود دي بيجي تحتيه شويه مؤثرات على المنظومه بتاعتك، الاورجنايزيشن اللي انت شغال فيه. لازم تلست الحاجات دي كلها، ومش بس كده، انت لازم كمان تحدد الاطراف المستفيده سواء كانوا internal parties او external parties عشان تقدر تتحكم في الموضوع ده، او على الاقل يكون عندك خطه تقدر تتحكم بيه فيها. وان شاء الله ميعادنا الجاي مع كبسوله جديده من كبسولات الجوده. ما تنساش تعمل شير وسبسكرايب عشان غيرك يوصل له الفيديو، وان شاء الله يكون علم ينتفع بيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.